طالب آثار، أخبارك؟ ما تقوليش يا طالب، لان انا تاجر اثار كبير، عالم اثار كبير. اوكي. طيب بتعاني من إيه؟ والله اي حد بيعرف اني في اثار بيبرق لي، وعينه مش شايفه غير دولارات وكنوز وذهب، وهو معتقد اني بتاجر في الاثار ومالتي مليونير، وانا على الله حكايتي انا مش لاقي اكل. ونفسنا نعرف من جدودنا الفراعنه ليه عشان اروح ازوره لازم انزله 70 متر تحت الارض. يعني يا راجل يا طيب، ما عرفتش تحفر حفره متر في متر تموت فيها وتريحنا؟ ليه لازم تتعبنا معاك ليه؟ إيه اللي بيضايقك من المجتمع؟ اي حد بيعرف ان في اثار لازم يقول لي بقول لك ايه، انا ابن عم خالة ابويا لقى حته اثار وعايز حد يصرفها له، ما تصرفها لنا كده ومش هنختلف. وان الناس تبطل تستخف بينا ويبطلوا يقولوا انت مش مرمم اثار، انت صنايعي محاره بس معاه شهاده، مع انهم من غير المرممين ما كانش هيكون في اثار سليمه لحد دلوقتي. يا ترى مين أعدائك كطالب آثار؟ والله احنا ملناش اعداء، لان احنا وبعون الله ميتين بقالنا 7000 سنه، فاحنا مش شايفين حد. بس عدو اللدود اللي بيقول ان اثار ملهاش لازمه، فحب اقول له ان حياتك اللي ملهاش لازمه من غير اثار، لان البلد قايمه على سياحه الاثار. إيه هي أمنية حياتك؟ تاجر اثار يتبناني ويعتبرني الصبي بتاعه، وان اكتشف مقبره الاسكندر الاكبر. هتقول لي ليه؟ هقول لك معرفش، بس هو الكل عايز يكتشفها. بس انا حاسس ان هو من كتر ما هو مش عايز حد يكتشف المقبره بتاعته، اللي هيكتشفها هيلاقيها فاضيه وهيطلع اكبر فشنك في العالم، وهتطلع خدعه من ضمن خدعه الاستراتيجيه. في نهاية البودكاست ده تحب تقولي للمجتمع؟ لو اعترت في حد بيطلع اثار من تحت بيته مش هحله، وانا بالصنايع محاره، انا عالم اثار كبير.